الزمالك في الصداره بجداره برصيد 37 بونت بفارق الاهداف عن صاحب المركز الثاني نادي بيراميدز بنفس الرصيد من النقاط 37 بونت. النادي الاهلي في المركز الثالث 36 بونت، السيراميكا 36 بونت في المركز الرابع بفارق الاهداف. هتتفرج على لعبه السلالم الموسيقيه والمتعه والاثاره في اي تعادل، في اي فوز، في اي تعثر للرباعي اللي بينافس على لقب دوري نايل 2026. حدث النهارده مفاجاه، الاسماعيلي متزايل الترتيب بيتعادل مع سيراميكا متصدر الترتيب. التعادل خلى سيراميكا بدل ما هو اول الترتيب بقى رابع الترتيب. الاربع فرق مواجهتهم مع بعض في الدور الثاني بقى هي اللي هتحسم مين بطل الدوري بشكل كبير جدا بنسبه تتعدى 95%، لان المفاجات حدثت النهارده مع الاسماعيلي متزايل الترتيب اتعادل مع متصدر الترتيب. الزمالك في اسوء حالاته بيحقق فوز مثير وممتع ومباراه بلغه الكوره مثيره من اللحظه الاولى حتى اللحظه الاخيره. بيراميدز فرق السكواد والامكانيات الفرديه بيكسب 3-1 مع فريق محترم زي غزل المحله. ما دعوه بقى بلون التيشيرتات والارضيه واللعيبه كلها كانت شبه بعضها، ولكن بيراميدز خد الثلاث نقاط. بيراميدز في الصداره في المركز الثاني بفارق الاهداف في المباراه اللي جايه الزمالك اول الترتيب وبيراميدز ثاني الترتيب. دي مباراه القمه اللي الاهلاويه بقى يعني مش فارق معاهم اي نتيجه، مين يكسب مين يتعادل مش فارقه. النادي الاهلي مركز في ماتشاته عايز يكسب علشان يوصل للقب الدوري 2026. سيراميكا كليوباترا يعني هو فريق قوي، ولكن انه في الترتيب الرابع ده مناسب لتاريخه ولامكانياته، ولكن بيتعادل مع متزيل ترتيب الجدول. السلالم الموسيقيه والمتعه والاثاره هتفضل حاضره لاخر مباراه في الدوري هذا الموسم. مين البطل؟ صعب جدا صعب جدا تتكهن مين البطل. الاربعه مع بعض هم اللي هيفرقوا. اهداف النهارده افضلهم احلاهم امتعهم احمد ربيع لاعب نادي الزمالك، ده اللي ينطبق عليه بقى لقب اليساري الناري المهاري اللي روق لي حالي بلسان الزملكاويه بقى. اليساري الناري المهاري اللي روق لي حالي. هدف احمد ربيع هدف من طراز عالمي.